أهلا بكم. اليوم رح نتكلم في موضوع مهم جدا لكل حد بيحاول يلتزم بنظام غذائي. الموضوع هو إزاي نخلي الأكل الصحي ده تجربة ممتعة ومتنوعة ومن غير أي تعقيدات. جاهزين؟ يلا بينا. السؤال ده أكيد خطر على بال كل واحد فينا. يعني الواحد يفضل ياكل نفس الأكل كل يوم كل يوم. بصراحة ده أكبر تحدي بيواجه أي حد عامل دايت. الملل هو اللي بيخلينا نوقف. بس يا ترى في حل للمشكلة دي؟ حل يكون بسيط وفعال؟ أكيد في حل. الحل هو اللي بنسميه قوائم بدائل الطعام. الفكرة هنا عبقرية وبسيطة جدا في نفس الوقت. تخيلوا معايا، هي عبارة عن نظام بيجمع الأكلات اللي ليها نفس القيمة الغذائية تقريبا في مجموعات. وده معناه إيه؟ معناه ببساطة إننا نقدر نبدل أكلة بأكلة تانية من نفس المجموعة، وده بيدينا حرية ومرونة رهيبة في الاختيار. يعني نقول وداعا للروتين. طيب، جميل. خلينا ندخل في الموضوع أكتر. عشان نفهم إزاي البدائل دي بتشتغل، لازم الأول نعرف إيه هي مجموعات الأكل الأساسية اللي النظام ده مبني عليها. دي تعتبر يعني حجر الأساس لأي نظام غذائي صحي. نبدأ بأول مجموعة وأهم مصدر للطاقة، الكربوهيدرات. شوفوا بقى النقطة المهمة هنا. الكميات بتختلف جدا من صنف للتاني. يعني مثلا 60 غرام رز بيعادلوا 260 غرام بطاطس. شايفين الفرق الكبير ده؟ ده سببه الأساسي هو كمية الماء في الأكل. وده يورينا إن التنوع مش معناه حرمان، لا، ده معناه إننا نفهم الأكل والكميات بذكاء. تمام. نروح بقى لتاني مجموعة، البروتين. طبعا كلنا عارفين أهميته للعضلات. هنا برضو في تنوع كبير، بس في نقطة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها. وزن البروتين زي الفراخ والسمك بيتحسب بعد ما يتطبخ. ليه؟ لأنه بيفقد مية وسوائل كتير أثناء الطبخ، فوزنه بيقل. المعلومة الصغيرة دي بتفرق جدا في الحسابات عشان تكون دقيقة. وما ننساش طبعا الدهون الصحية. المجموعة دي بالذات بتبين قد إيه النظام ده مرن. يعني ممكن نقيس الكمية بالجرام زي اللوز أو الأفوكادو، وممكن كمان بالمعلقة زي زيت الزيتون. فده بيخلي الموضوع أسهل وبيسمح لنا نستخدم اللي متوفر عندنا من غير تعقيد. وآخر مجموعة معانا هي الفواكه. عمركم سألتوا نفسكم ليه ممكن ناكل طبق بطيخ كبير قوي بس موزة واحدة بس؟ القائمة دي بتجاوب على السؤال ده. شوفوا، 200 جرام بطيخ بيعادلوا في القيمة الغذائية 60 جرام بس من الموز. والسبب طبعا هو الفرق الكبير في كمية المية والسكر بين الاتنين. تمام، كده احنا فهمنا المجموعات. نيجي بقى للجزء المهم، الجزء العملي. ازاي نحسب الكمية الصح لما نيجي نبدل أكلة بالتانية؟ ممكن الموضوع يبان صعب أو فيه رياضيات، بس صدقوني هي معادلة بسيطة جدا، ولما نتعلمها هتفتح لنا عالم من الاختيارات. الموضوع كله في 3 خطوات سهلين وبساط. أول خطوة بنشوف إيه الأكلة اللي في نظامنا وكميتها قد إيه. تاني خطوة بنرجع للقائمة بتاعتنا ونطلع الكمية المعيارية للأكلة دي وللأكلة اللي عاوزين نبدلها بيها. آخر خطوة، خطوة رقم 3، بنستخدم معادلة بسيطة قوي عشان نحسب الكمية الجديدة. يلا نشوف إزاي. وعشان نفهم أكتر، مفيش أحسن من مثال عملي. خلينا نتخيل إن النظام الغذائي بتاعنا فيه رز، وإحنا النهاردة نفسنا ناكل بطاطس بداله. طيب، يبقى الحالة بتاعتنا هي المفروض ناكل 100 جرام رز. تمام، دي كانت الخطوة الأولى. الخطوة التانية بنعمل إيه؟ بنرجع للقائمة. هنلاقي في القائمة إن المعيار بتاعنا بيقول إن كل 60 جرام رز بيساوي 260 جرام بطاطس. الرقمين دول هم مفتاح الحل كله. ونيجي للمعادلة، ومش سحر ولا حاجة، دي مجرد عملية حسابية بسيطة جدا. بنعمل حاجة اسمها طرفين في وسطين. يعني هنضرب كمية البطاطس المعيارية اللي هي 260 جرام في كمية الرز اللي عندنا اللي هي 100 جرام، وبعدين نقسم الناتج ده كله على كمية الرز المعيارية اللي هي 60 جرام. والنتيجة تطلع كان بالظبط 435 جرام بطاطس. متخيلين؟ يعني بدل 100 جرام رز نقدر ناكل تقريبا نص كيلو بطاطس بنفس القيمة الغذائية. ده بيورينا بجد قد إيه النظام ده عبقري وبيدينا مرونة وحرية. هايل. قبل ما كل واحد يروح يطبق الكلام ده، في كم نصيحة مهمة جدا، أو ممكن نقول قواعد ذهبية لو ماشيين عليها هنضمن إننا بنستخدم النظام ده صح ونتجنب أي لخبطة. القواعد دي بسيطة بس مهمة. أول حاجة، أغلب الأكل نوزنه قبل الطبخ ما عدا البروتين الحيواني زي ما اتفقنا، ده بعد الطبخ. تاني حاجة، خلي التبديل دايما من نفس المجموعة، يعني كارب بكارب، بروتين ببروتين وهكذا. ده بيضمن إننا نحافظ على توازن العناصر الغذائية. تالت حاجة، الدقة ثم الدقة. الميزان مهم جدا، بلاش نعتمد على التقدير بالنظر.
وآخر نقطة، لو بنتكلم عن منتجات الألبان، الأفضل نلتزم بنفس النوع اللي في نظامنا الأساسي عشان نحافظ على نفس نسبة الدهون والبروتين. ودلوقتي بعد ما عرفنا كل التفاصيل دي، السؤال المهم هو يا ترى إيه أول تبديل هيجي في بالكم تجربوه في الوجبة الجاية؟ ممكن نبدل الرز بالبطاطس أو الفراخ بالسمك. الاختيارات دلوقتي بقت كتيرة جدا ومفتوحة، والأهم إن المعرفة بقت في إيدينا عشان نخلي رحلتنا مع الأكل الصحي ممتعة أكتر ومستمرة.